الزمالك معانا احمد جعفر نجم نادي الزمالك. اكيد مباراه كانت مهمه، استفدتوا اكيد من التجربه دي يا احمد. اكيد طبعا ماتشات كويسه جدا وماتشات تقيله طبعا مع فرق محترمه، شختار بطل اوروبا وزين بطل الدوري الروسي، والاثنين بيلعبوا في واحد بيلعب في الشامبيونز ليج والثاني بيلعب في الاتحاد الاوروبي وكده، فطبعا كانت تجربه كويسه جدا وقدرنا الحمد لله نستفاد بيها. يمكن الفريق الوحيد اللي استفاد من البطوله دي الزمالك، لان الفتره طبعا فتره كبيره جدا متوقفه في الكوره وكده، فالحمد لله استفدنا بشكل كبير جدا من الماتشات الثقيله دي الحمد لله. احمد، في ازمه مستحقات بالنسبه لك، في مشاكل، في تجديد، كلمنا عن الحاجات دي كلها، جمهورك عايز يعرف. اكيد طبعا الناس كلها عارفه طبعا ان في تجديد وكده، بس ما فيش مشاكل ولا اي حاجه طبعا، يعني مش اي مشاكل من ناحيتي وكده، ومش مشاكل من ناحيه النادي ولا اي حاجه، بس هو مشكله تجديد طبعا، بس التجديد لسه في اخر الموسم، يعني لسه فاضل 6 شهور وكده على التجديد يعني. يعني اتفقتوا على المقابل المادي مع نادي الزمالك؟ لا لسه، ان شاء الله لما السنه تخلص باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. في اخبار جايه لجمهورك يحب تعرفها لجمهورك؟ لا والله انا بقول لهم مبروك بس على ماتشين وعلى اداء المستوى الفتره اللي فاتت دي الحمد لله، يمكن الماتشين كانوا كويسين جدا ومستوى كويس جدا، وان شاء الله الزمالك يفضل على كده باذن الله. الحمد لله نحمد ربنا يعني اولا على النتيجه، بس احنا كان الفتره اللي فاتت تعبنا في التمرينات. الراجل كان شغله كل الفتره اللي فاتت، الجهاز الفني كان شغله كله زي ما مركزين في الوقفه في التحركات في كل حاجه. يمكن ده عاد علينا بشكل افضل، ان احنا يمكن زي الفرق ريحنا كتير يعني. فاحنا كنا واخدين معسكر يعني باذن الله، يعني كنا واخدينه اعداد لافريقيا وللدوري، فالحمد لله يعني نحمد ربنا على كل حاجه. صبري بتلعب انت عبد الشافي قدام بعض انتوا الاثنين، دي كانت مفاجاه للجمهور المصري، طريقه جديده بيلعب بيها مستر فيرا. لا احنا لعبناها كتير، يعني لعبناها فتره مع الكابتن حسن شحاته، ولعبناها هو الراجل الفتره اللي فاتت دي كلها في الماتشات الوديه اللي كانت في مصر، كنا بنلعبها انا وعبد الشافي على طول في نص الملعب، يعني عبد الشافي كان نص الملعب وانا تحتيه، فالى حد ما جينا طبقنا ده في ماتش زي ده كنا بادئين بشكل كويس. بالصبر، انت شايف ان مستوى اللاعب المصري بالنسبه للفرق الاجنبيه متقارب؟ يعني حسيت وانت بتلعب في الملعب قدام الفرقتين؟ لا واحنا كنا مركزين ماتش زي اي ماتش، يعني مش حاسين ان دي فرقه من بره او فرقه من جوه، احنا مركزين احنا نلعب ماتش كويس. يعني المجهود اللي عملناه كل الفتره اللي فاتت دي كنا عايزين يعني نقول ان احنا عملنا حاجه كويسه، بس مش اكتر يعني. في مشاكل الصبري بالنسبه لمستحقاتك عن تجديد عقدك، في اي مشاكل؟ جمهورك عايز يعرف مش اكتر. لا ان شاء الله موجود في الزمالك باذن الله. الحمد لله. اللهم صل على النبي. ايه؟ حبيبي. طبعا كانت تجربه مفيده لينا، كنا نفسنا ان احنا نطول المعسكر يتمد مثلا اسبوع، نكمل لعب مع الهلال ونشوف اي فرقتين من بره. الماتشات دي هي اللي بتجيب اللعيبه وبتعمل تخلي اللعيبه تكون جاهزه على طول، وان شاء الله يعني استفدنا تجربه كبيره قوي من الماتشين اللي فات مع انديه كبار في زنت اللي هو الروسي وشختار اللي هو الأوكراني، فرقتين كبار، وعملنا ماتشات حلوه هي اللي مع قدامهم، وان شاء الله نفسنا الدوري يرجع عشان نسعد جمهور نادي الزمالك وكل اللي بيشجعوا نادي الزمالك يعني. هل نادي الزمالك محتاج المعسكرات دي الفتره القادمه يا احمد؟ انتوا حسيتوا الاستفاده دي محتاجين معسكر ثاني او ثالث بالفتره القادمه قبل بدء النشاط؟ طبعا ده اكيد طبعا، عشان احنا عندنا افريقيا وفي شهر 2 عندنا ماتش في افريقيا. طبعا طبيعي المعسكرات هي اللي بتلم اللعيبه وتضم اللعيبه، يعني تخلي اللعيبه كلهم جنب بعض وبيقربوا من بعض، وطبعا المعسكرات دي طبعا بتبقى مفيده جدا للعيبه. اللعيبه بتكون بتفهم بعض ونقرب من بعض وبنحب بعض على الاقل وكده، والحمد لله الزمالك يعني الايام دي يعني حتى زي ما انت شفت يعني الماتش اللي فات في ترتيب وكده، في ناس منظمين في الملعب، وان شاء الله يعني في افريقيا ان شاء الله نحاول نسعد الجمهور وفي الدوري ان شاء الله. المهم ان احنا نستفيد من المعسكر، وفعلا ده اتحقق. الجو العام للفرقه كان كويس، التدريبات، الماتشين الحمد لله كويسين، في انسجام ما بين المجموعه كلها، وده المهم. احنا بالنسبه لي انا كمسؤول عن التسويق بعمل البرامج دي او بحاول اوجد البطولات دي في صالح الناحيه الفنيه، فالحمد لله الجهاز الفني مبسوط منها، ويعني وفقنا ان شاء الله يعني. هل في معسكرات قادمه بالنسبه لنادي الزمالك، خاصه انه واضح ان نادي الزمالك فعلا محتاج المعسكرات دي؟ هو احنا كان المفروض في موضوع اسبانيا، بس احنا اعتذرنا عشان الدوري، اتحاد الكره تمسك يعني، فان شاء الله يكون الدوري في موعده يعني ان شاء الله. بنحاول يبقى في حاجه خلال اليومين الجايين دول للفتره الجايه مكان فتره اسبانيا قبل ميعاد الدوري، يعني ربنا يسهل ان شاء الله. والله الحمد لله. هو طبعا يمكن الاصابه، يمكن هي كان في عندي شد بقاله فتره طويله في عضله السمانه، ف يعني يمكن حسيت الماتش الاولاني حسيت بيه شويه بعد الماتش، وبعد كده في الماتش الثاني وانا بسخن في الاحماء اللي بدا الماتش وكده، فحسيت ان في كده شد مش قادر ان انا اكمل وكده، هعمل اشاعه دلوقتي واطمن باذن الله ان شاء الله. مستر فيرا صرح انه لا بديل عن وجود احمد حسن في نادي الزمالك الموسمين القادمين. والله طبعا انا بشكره طبعا لثقته الكبيره، واعتقد اني الحمد لله بالعالمين دي ثقه كبيره طبعا من الراجل، لان هو يمكن الحمد لله بالعالمين هو حاسس طبعا ان انا بادي بشكل كويس، ان انا بادي بكل ما اوتيت من قوه مع الفريق،
الثقة دي أعتقد إن بتحسسني مسؤولية كبيرة عليا ومسؤولية كبيرة تجاهي وتجاه النادي. فأنا بشكره طبعا على الثقة الكبيرة دي، وده خير دليل ورسالة قوية لكل اللي بيجي يتكلم ويقول لك إن يعني السن بقى والكلام ده وكده، والكلام الفضل اللي احنا بنسمعه ده. مشكله حازم امام بصفتك من كابتن الفرقه هتتلمها ازاي؟ اتمنى ان حازم يستفيد ويتعلم، لان هو خلاص ما بقاش صغير دلوقتي وبقى لعيب، المفروض ان لعيب كبير وكده. اتمنى ان هو يتعلم من اخطائه. اتكلمنا طبعا معاه وهنتكلم معاه تاني وكده، انما اتمنى ان هو يتعلم من اخطائه، لان هو يعني خلاص يعني الواحد دايما بيبقى اهم حاجه في الملعب هي سلوكه. طبعا هو عنده فنيات كبيره، لكن لازم يتعلم ويتعلم من اللي جاي، وان شاء الله الامور تتحل باذن الله. صفقه احمد عبد الملك بالنسبه لنادي الزمالك صفقه كويسه وصفقه مهمه، ونتمنى ان يكون اضافه لينا باذن الله ان شاء الله. لا والله ده هو طبعا انا ما شاركتش المباراتين على فكره، بس انا عشان كان عندي ظروف كده الم في ظهري، وكانت الفتره اللي فاتت كنت بعيد شويه. الراجل كان شايف اجهز فتح الله وصلاح سليمان، والناس ادت بشكل كويس، والحمد لله استفدنا من المعسكر. احنا الفرقه الوحيده اللي استفدنا من المعسكر، ادينا بشكل كويس، والحمد لله احنا بنطمن جمهور نادي الزمالك وكده. حماده، شايف ان انتم محتاجين معسكر تاني فتره قادمه زي المعسكر ده؟ طبعا لازم نحتاج معسكر تاني وتالت عشان نقدر ان احنا ننافس على افريقيا ان شاء الله وكده. وانت شايف الفرقه اللي بتأدي بشكل كويس، بس ان شاء الله خير بامر الله يعني. الحمد لله المعسكر كان كويس. خدنا خبره كبيره جدا ان احنا شفنا الفرق الاجنبيه دي وهي بتشتغل في الملعب ازاي. كنا موجودين من قريب، حضرنا من سيرفيرا وهو بيعمل تكتيك للمباريات، اكيد كان مختلف عن الدوري المصري، فخبره كبيره جدا ان احنا ازاي نتحط في الجو ده. فالحمد لله لا حسنا احنا استفدنا كتير يعني. انت مواليد كام يا كريم؟ وعايزين نعرف انت مركزك ايه في الملعب. انا مواليد 93، بلعب ديفندر وباك ليفت. متصعب بالك قد ايه؟ 5 شهور. 5 شهور. معسكر كويس، استفدنا تجربه وديه جميله استعدادا للدوري. كانت تجربه كويسه بالذات في الماتش الثاني. عملنا ماتش الاول حلو كويس، بس يعني انت عارف التوفيق وما كانتش مساعدانا كوره. لكن الماتش الثاني ادينا على اكمل ما يكون، واستطعنا الفوز على زينات. محمود، قول لنا وانت بتتمرن جنب حارس كبير وعملاق زي عبد الواحد السيد، عبد الواحد بيوجهك بيقول لك ايه اللي بيقول لك باستمرار؟ هو كابتن عبد الواحد واخدني كابنه الصغير يعني. كل لا هو كابتن عبد الواحد واخدني كابنه الصغير، بيديني تعليمات، اخطائي بيصلحها لي وكل حاجه. يعني ما بيعتبرش فرق السن بيني وبينه، بيندى لي عادي يعني. كل الشغل معاه اخ واخوه عادي يعني. ما فيش حاجه بيني وبين الكابتن عبد الواحد الا الحب وكده. كان الاستقبال جيد جدا، وحتى في العوده كمان صاله كبار الزوار اتفتحت للبعثه بالكامل، ومش للفي اي بي بس، لا للبعثه بالكامل دخلت صاله كبار الزوار. وكان الاخوه الاماراتيين يعني بصراحه يعني احنا كنا حاسين ان احنا في بلدنا الثانيه.